يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. النهاردة معانا معدة عسكرية، هو موبايل ولكن بروح المعدة العسكرية. موبايل بيتحمل أقصى الظروف البيئية، والجميل في الموضوع إن ده موبايل فئة متوسطة. موبايل حاصل على شهادة ميليتري ستيد 810 اتش. وبالنسبة للي ما يعرفش إيه هي الشهادة دي، هي شهادة بتقول إن الموبايل بيستحمل أقوى الظروف البيئية وكل التطورات. وسيبك من الموبايلات اللي كنت بتشوفها قبل كده مقاومة للكسر او فيها شوية حاجات، الموبايل هنا مختلف تماما. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب فعل زرار الجرس ويلا بينا. الموبايل اللي معانا النهارده هو خليفة ريلمي سي 55، اكتر موبايل حقق مبيعات في تاريخ ريلمي لانه كان موبايل جامد جدا الحقيقة، وهو الريلمي سي 75. الموبايل حصل فيه تطورات كتير، ولكن تعال اقول لك على اهم تطور. اهم تطور حصل في الموبايل ان الموبايل بقى حاصل على شهادة الجيش الامريكي في القوة والمقاومة، بالاضافة لان الموبايل هنا يعتبر فيه اير باجز من جوه. عارف يعني ايه موبايل يبقى بيتحمل الصدمات علشان فيه اير باجز زي العربيات؟ خلينا اول حاجة نتكلم عن التصميم القوي اللي بنقول عليه. اول حاجة هنقولها ان الموبايل حاصل على شهادة مقاومة مية بمعيار IP69، وده اللي بيسمح لك تنزل بالموبايل في المية مسافة مترين، بالإضافة لتحمل الموبايل لضغط المية. يعني لما الموبايل يكون جوه المية تقدر تلقط بيه صور عادي زي كاميرات الأكشن بتاعة الجو برو أو الكاميرات اللي بتقدر تنزل بيها وتغطس لحد مترين وتقدر تصور صور عادي جدا وما تأثرش في نفس الوقت على التاتش بتاع الموبايل. بالإضافة لمقاومة الموبايل للأتربة والرمال والحاجات البسيطة دي اللي تعتبر بالنسبة لقوته حاجة بسيطة جدا. الموبايل لو وقع من مسافة مترين أو نزل في المية أو حطيته في تراب أو وقع منك جوه طين أو تراب، الموبايل هيفضل مديك أداء قوي جدا. وغير ده كله هتلاقي الموبايل تصميمه شيك جدا، عندك فريم من الألمنيوم وجوه بطانة بفريم من الحديد، مع شكل الكاميرات هنا فريم قليل جدا في البروز. شكل الموبايل فعلا مديك فخامة رغم قوة التحمل اللي موجودة في الموبايل. عندنا شاشة بحجم 6.72 انش، والشاشة دي بتكون 90 هرتز ريفريش ريت. الشاشة طبعا فول اتش دي بلس ومن نوع اي بي اس. وخلينا نقول ان الاي بي اس في الفئة دي طبيعي جدا، خصوصا اني لو قلت لك ان الموبايل ده في فئة تحت ال10,000 جنيه، فطبعا احنا لأول مرة ناخد القوة والمتانة دي بالشكل ده في فئة تحت ال10,000 جنيه. عادة الموبايلات اللي بتبقى واخدة الشهادات دي كلها بتكون موبايلات فلاج شيب أو سعرها غالي. وطبقة الحماية على الشاشة هنا هي أرمور شيل، يعني طبقة حماية تستحمل أكتر برضو بالنسبة للخدوش والخرابيش اللي ممكن تحصل في الموبايل. فعلا الموبايل زي ما بقول لك دبابة. ومن المميزات اللطيفة في الموبايل ان احنا عندنا always on display، والalways on display احنا عارفين بيبقى موجود في الشاشات الاموليد، لكن عندنا هنا برضو في الموبايل رغم انه اي بي اس عندنا always on display. وبالنسبه للاداء ما تقلقش برضو لان عندك معالج قوي جدا ميديا تك هيليو جي 92 ماكس. معالج هيقدر يديك اداء كويس جدا في الالعاب وفي الاستخدامات العاديه. لو انت بتلعب العاب تقيله برضو الموبايل هيقدر يأدي معاك اداء كويس جدا، وطبعا في استخداماتك العاديه الموبايل شغال معاك زي الفل. عندك كمان 8 جيجا رامات مع ذاكره 256 جيجا، يعني الموبايل برضو مديك قوة في الرامات. فعلا الموبايل خلطة قوية جدا، وفي الفئة السعرية دي عادة ما كناش بنقدر ناخد الخلطة الكاملة. وحتة ان انا يبقى عندي موبايل يقدر يديني اداء في الالعاب مع قوة تحمل دي مش موجودة في الفئة دي. بس هي ريلمي دايما بتخاطب الشباب اللي عاوز يتحرك كتير ويروح ويجي ويعمل مجهود ويبقى معاه موبايل يستحمل لو وقع منه او حصل له حاجة يبقى هو في التمام. ففعلا هنا الموبايل محقق لك 90% من الخلطة المطلوبة. وعندك كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل بتديك أداء كويس جدا. أداء الموبايل في تصوير الليل أو النهار فعلا هيديك صور تعتبر في فئة سعرية أعلى من اللي هو جاي فيها، لكن الأداء العام للموبايل في الكاميرات نقدر نقول عليه كويس جدا. وهتقدر برضو تاخد صور سيلفي بالكاميرا ال 8 ميجا بكسل، صور سيلفي مقبولة جدا. خد بالك برضو لسه هقول لك الموبايل يتبص له خلطة كاملة. الموبايل مديك قوة ومتانة مش موجودة في أي موبايل في فئة سعرية ممكن تكون ضعف سعر الموبايل. مفاجأة تانية حابب أقول لك عليها إن الموبايل ده ميد إن ايجيبت، وإنك بتاخد عليه سنتين ضمان مع 6 شهور ضمان على الشاشة ضد الكسر. صوت السماعات هنا رغم إن هو بيجي بسماعة واحدة، ولكن
عندك رفع او ابجريد للصوت 400%، فهتاخد صوت واضح وكلير جدا بالنسبه للجرس والرنات. اما صوت الاستخدامات العاديه في الموبايل كاتصال او حاجات اللي بتعملها يوميه، فعلا صوت الموبايل برضو عالي. ولسه كل الحاجات ما خلصتش، عندك بطاريه تعتبر صاروخيه 5828 ملي امبير، يعني تقريبا 6000 ملي امبير. في الفئه السعريه دي برضو عشان تاخد البطاريه دي بتتنازل عن حاجات كتير جدا، انما هنا انت واخد بطاريه قويه. وفعلا اللي عجبني بقى اكتر، دايما الموبايلات اللي بتديك بطاريه كبيره لازم تديك سرعه شحن تكون مناسبه للبطاريه الكبيره دي، وده ما بيحصلش. انما هنا انت واخد سرعه شحن مش موجوده في الفئه السعريه دي، وهي 45 واط. يعني البطاريه اللي تقارب 6000 ملي امبير هتتشحن معاك في حدود ساعه، ساعه و10 دقائق بالكتير، هتكون البطاريه مشحونه شحنه كامله من 0%. وطبعا فكره ان ريلمي حطالك سنتين ضمان، ودي تعتبر فتره ضمان جديده علينا مش موجوده في مصر تقريبا كتير، وعندك كمان تامين على الشاشه. فهنا انت واخد كل حاجه، واخد الاداء، واخد انك مأمن ان الموبايل لو حصل له حاجه انت في التمام، واخد كل حاجه ودافع اقل سعر. وبالنسبه لي اتوقع ان الموبايل ده هو هيكون خليفه السي 55 في البيع. وسعر الموبايل بيبدا من 9599 جنيه، وعندك خصم 300 جنيه لو اشتريت في البري اوردر. وعلشان تستفيد بضمان سنتين وتأمين 6 شهور ضد كسر الشاشة، لازم تشتري الموبايل وتفعله قبل 1 ابريل 2025. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات. اشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.